غيرت طريقة ومقادير البسبوسة بتاعتي. هنعمل النهاردة بسبوسة حلوة جدا وخطيرة. شايفين تماسك طرية حلوة قوي، شربات مظبوط، كل حاجة فيها زي بتاع المحلات. حقيقة اللي عاملة الطريقة دي قالت ان هي دي طريقة المصانع الأصلية، وكانت عاملاها بكمية كبيرة جدا. فانا النهاردة هنعمل معاكم كمية النص كيلو لأي ست بيت. فتابعوا الفيديو النهاردة للآخر، الطريقة بجد طالعة حلوة قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. صلوا على النبي كده في التعليقات، وتعالوا ندخل على الفيديو كده. والنهارده فيديو حلو جدا، هو فيديو تعليمي وكمان هنتكلم شويه كده مع بعض. البسبوسه بجد طالعه حلوه قوي، من غير بقى ما تغطي البسبوسه، من غير اي حاجه خالص. طالعه طريه جدا، قطره جدا من اللي انا بعملها. ايوه قطره، ومتماسكه، اللي تقدري تمسكيها كده زي ما انتم شايفين. من كانتش لسه بردت قوي، بس تمسكيها كده حلوه جدا. طريقه الشربات بتاعتها طريقتها حقيقه هي مش طريقتي، انا شفت الطريقه دي طريقه المصانع، بس اللي كانت عاملاها بكميه كبيره جدا. يعني ايه، بتهيألي ب5 كيلو ولا 6 كيلو من السميد، وكانت عاملاها بكميه كبيره جدا، وكام كيلو من السكر. فانا النهارده اجزأت لكم الحكايه، وطلعت ايه مقادير النص كيلو بس. فتعالوا نشوف الطريقه تبقى عامله ازاي، مختلفه عن اللي انا بعملها في شويه حاجات، وقريبه في شويه حاجات. وتعالوا بقول لكم. اولا الطريقه دي فيها بيكنج باودر واساسي، تمام. فهحط النهارده نص كيلو من السميد، هنحط عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. والطريقه انا نقلتها لكم زي ما هي كده، لان هي كانت بالنسبه لي وبالنسبه لكم تجربه، واشوف انه احسن. طالعه نتيجتها حلوه، نتيجتها حلوه قوي زي اللي انا بعملها، واطرى كمان. فحلوه جدا يعني، لو البسبوسه بتنشف منك في الطريقه دي عمرها ما تنشف منك خالص. فتعالوا اقول لكم. معايا 3/4 كوبايه من السلبة سمنه، ومعايا 3/4 كوبايه من من السكر، ومعايا 3/4 كوبايه من اللبن. طب واحنا ايه جبنا جديد يا ام كريم؟ هقول لك اهو. انا المفروض معايا كوبايه من السكر، بس انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي، يعني تحس ان ايه ايدي بتتهز وانا بحط السكر. فحطيت 3/4. تقدري تحطي لغايه كوبايه، لان انا ما عملتها. فبالنسبه الكوبايه تبقى كوبايه حلوه قوي من السكر. اولا مسخنه السمنه بتاعتي قوي. سخني السمنه، مش تقدحيها، تكون سخنه جدا. وبنزل عليها على السميد بعد ما حطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهسيب الكلام ده كله يتبس. لا تبسي على ايدك زي ما انت بتبسي الكحك كده، لا تحطيها على جنب كده وتبسي كل شويه تقلبي منها بالمعلقه، تتقلب وهتبقى زي حبيبات الرمل كده. اهم حاجه ان احنا نشربها السمنه، واهم حاجه تكون السمنه سخنه مش مقدوحه. هي كفايه ان هي تكون سخنه وسخنه قوي. المقدوحه يعني عدت الغليان، يعني اتقدحت جامد. لكن سخنه ده حاجه يعني خلاص وصلت لمرحله الغليان وقامت طافيه، تمام. فهي تكون السمنه سخنه. حطينا السمنه على البسبوسه وسبناها على جنب. وهنا المقادير التانية 3/4. نشوف احنا كنا فين. حطينا بقى 3/4 اللبن. 3/4 اللبن بتاعي ما يبقاش 3/4 زيت كده، يعني 3/4 ناقص إيه معلقتين، تمام. علشان كل ما تبقى المواد السائله او اللبن بتاعك قليل، كل ما تكون البسبوسه بتاعتك ناشفه وتكون طريه اكتر. يعني البسبوسه اللي سوائلها كتير بتكون ناشفه، لكن اللي سوائلها قليله بتكون طريه، تمام. خلينا نتفق على الحاجات اللي الاساسيه دي. فمعايا 3/4 اللبن و3/4 السمنه. السمنه بتاعتك سايحه. وحطينا معلقه كبيره من عسل الكلوكوز، وهنحط الكلام ده على نار هاديه. طب انا مش عايزه احطه على نار هاديه خالص ومستعجله. لو عندك لبن حليب مغلي، لان انا ما كانش عندي لبن حليب، فاستخدمت زبادي وشويه صغيرين كده من لبن الحليب، هم اللي كانوا موجودين عندي. فلو عندك لبن حليب مغلي، حطي اللبن مغلي وحط عليهم كوبايه السكر، وحط عليهم معلقه عسل الكلوكوز، وقلبي بس كده. هو ما دام اللبن مغلي يبقى الخليط كله هيدوب. احنا بنسخن الخليط علشان السكر يدوب بس، ملوش اي 60 لازمه لتسخينه، قال علشان ندوب السكر بس. بعد كده السمنه بتاعتي عشان هي كانت سخنه، فبقى كل شويه هقلب فيها وهسيبها على جنب لغايه ما تبرد تماما، تمام. او السميد يتشربها وتبرد خالص. يكون انا بقى حضرت الصينيه بتاعتي وجهزتها، وحضرت الخليط التاني، وبرده لازم اسيبه يبرد تماما. ما ينفعش البسبوسه او السميد بتاعك يتحط عليه سمنه الخليط ده سخن، هيقفش معاكي ويحجر معاكي، والبسبوسه تبقى ناشفه جدا، تمام. ما تطوليش على البسبوسه في الفرن عشان ما تنشفش. مش كل ما هنعمل بسبوسه على نار هاديه كل ما هتطلع، لا. البسبوسه عايزه نار متوسطه، لا عاليه قوي ولا هاديه قوي، تكون درجه الحراره بتاعتك متوسطه. دوبنا كل الكلام ده مع بعض في تفيت من اللبن، عشان قلت لكم انا مستخدمه زبديه مش لبن حليب. يعني لو كان لبن حليب هتلاقي الخليط ده صافي كده مع بعض، تمام. قلبناه كده، وهفضل اقلب فيه لغايه ما يبرد معايا تماما.
التكات دي. تمام، هنا كده بتاكد كده ان السميد بتاعي شرب السمنه كويس جدا وبارد، وكمان الخليط ده انا استنيت عليه ما يكون بارد خالص. يعني لو مستعجلين قوي يبقى زي دمعه العين، سخونيه لا ما فيش حاجه هايفه خالص. لكن اوعي تحطيه سخن خالص، لان زي ما قلت لك ده هيخلي البسبوسه بتاعتك تطلع ناشفه ومحجره ان كانت في الطريقه دي ولا الطريقه دي. انا مش معنى ذلك اللي بقول لكم الطريقه دي حلوه جدا ان الطريقه بتاعتي مش حلوه اللي احنا كنا بنستخدمها في الاول، لا هما الاتنين حلوين، بس الطريقه دي جميله جدا وبتخلي لك البسبوسه اطرى كمان. ايوه بتخليها اطرى، وكمان طعمها زي بتاعه المصانع بالظبط. انا برضو قلت على التانية كده، قلت عليها ان هي طعمها زي هما الاتنين قريبين من بعض، بس البسبوسه دي اطرى كمان. يعني انت لو بتحب البسبوسه طريه فالطريقه دي بتاعها دي هتحبيها اكتر. تمام، فجربي، عايزاكي تجربي نتيجه ناجحه مش نتيجه عامه. المهم هقلب، ما هقلبش كتير، بس لازم اجيب كله من تحت ومن فوق ان كل حاجه تكون شربت في الخليط. المواد السائله هناك 3/4 كوبايه من اللبن بالظبط، اما هنا حطيت 3/4 وخليها الا معلقتين من اللبن، يعني ال3/4 ناقصه شويه. ما قدرتش اجيب لكم بالجرامات، بس ما هعمل لكم المره الجايه عاوزين بالجرامات عشان يكون ادق واحسن في طريقه اللبن، لان ديت سوائلها اقل شويه. شايفين السوائل عامله ازاي اقل، وبتشرب معاكي السوائل زي ما انتم شايفين، وبتبقى البسبوسه مش قوامها زي اللي احنا بنشوفها، لا قوامها بتكون ناشفه شويه، وده بيخليها اطرى. يعني كل ما البسبوسه القوام بتاعها والسوائل بتاعتها بتكون اقل، كل ما البسبوسه بتكون اطرى معاكي، وده حاجه معروفه اصلا. تمام، هقلب كده كل ما اتاكد ان كل حاجه شربت كميه اللبن وكميه السكر اللي انا حطيتها. هقلبها كده في الصينيه، وهبدا كده اني اخد حاجه فيها ميه وابدا اسوي السطح. ديت حاجه متفقه معاها في اي حاجه بسبوسه، اي حاجه بتعمليها بالسميد حطي عليها من على الوش كده ميه وسويها بالميه. دي الطريقه دي بتكون خطيره في كل حاجه، في الهريسه في البسبوسه في اي حاجه، لان هي بتسوي الوش بتاعتك، بتخلي الوش بتاعك كله ياخد لون واحد جوه الفرن، وبتبقى متسويه وزي الفل. يعني مش هيسوي معاكي الا شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، وهتبداي كده تساوي، ما تخليش حته طالعه وحته نازله، وهتكون زي الفل اما تدخليها جوه الفرن. الفرن بتاعها زي ما قلت لكم على درجه حراره متوسطه. هحط الشبكه بتاعتك في مش في النص، الكيكه بنحط الشبكه في النص، اما البسبوسه بنزلها درجه، يعني الدرجه اللي بعد الصاجه، واحطها واولع من تحت ومن فوق علشان تكون البسبوسه بتاعتك اما بتولعي الشوايه ما تكونش قريبه منها، لا بتكون تحت كده بعد الدرجه اللي بعد الصاجه على طول. يعني اول درجه بعد الصاجه تقومي حطاها عليها الشبكه بتاعتك، وتحط تولعي من تحت ومن فوق، وكده السوي الممتاز بتاعتها. كمان الحاجه الممتازه اللي بتخليها تشرب شربات انك تقطعيها من بدايه سويها او من قبل ما تستوي، يعني بدايه سويها من قبل ما تستوى، فقطعيها من الاول، دي بتخليها طريه معاكي وحلوه معاكي قوي. ثالثا بقى الحاجه اللي احنا هنعملها شويه كده، وانت هتعرفوا ان دي بتاعه المصانع. عايزه اقول لك ان العسل الجلوكوز هنا اساسي، تقدروا تبدليه بعسل نحله او عسل تقيل، بس النتيجه ما بتبقاش زي عسل الجلوكوز، لان عسل النحل احنا عارفين ان بيبقى فيه تسكيره كده، واحنا مش عايزين اصلا، احنا عايزين نشوف طعم المصانع. فللامانه لو انت عايزه طعم المصانع استخدمي من عسل الجلوكوز، لان بيدي تسكيره وبيخلي التسكيره بتاعتها مظبوطه زي بتاعت بره، ما تخليكيش تاكلي من حاجه خرطه واحده وبس نفسك جزعت وتحسي ان هي حاجه بيتي قوي، لا عايزه تخليها حاجه حلوه قوي. حطي كده معلقه من العسل الجلوكوز. وكمان احنا النهارده هنستخدم الشربات، عايزه اقولك شربات لا كله لا نص عسل، نص عسل جلوكوز. النهارده هنستخدم النهارده الشربات نص الكميه عسل جلوكوز. فديت هي دي طريقه المصانع. انا بشوف مصانع كمان بتستخدمش سكر خالص في عسل البسبوسه، لا بتستخدم عسل جلوكوز صافي. عسل الجلوكوز صافي، ايوه عسل الجلوكوز صافي في الشربات بتاعها عشان تديكي النتيجه الحلوه. او الشربات اللي مثلا لو بتقالي لو شربناه كده بالمعلقه عمره ما يديكي جزعه نفس او يسكر او الكلام ده كله. حطيت كده شويه كريس كده من على الوش، وكان عندي كمان شويه مكسرات صغيرين حطيتهم بس في صف كده. وتعالى اقول لك على مقادير الشربات بتاع البسبوسه دي. كوبايه واحده من السكر زي ما انتم شايفين كده، وكوبايه كامله من عسل الجلوكوز، وكوبايتين من الميه. تمام، كوباية من السكر، كوبايتين من المية، كوباية كاملة من عسل الجلوكوز. اقدر استغنى عنها؟ ما تقدريش تستغني عنها عشان تطلعي نتيجة حلوة. تمام، حابة تستغني تحطي كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، لا خلاص ما تحطيش كوباية، حطي كوباية ونص من السكر، كوبايتين من المية. لو انتي خلاص بقى عايزة تستغني عن عسل الجلوكوز ومفيش ولا بد.
عايزه تطلعي نتيجه حلوه زي بتاعه المحلات ما تستغنيش عنها. شايفين انا حطيت نص البرطمان، حطيت كوبايه كامله من عسل الجلوكوز وكوبايه من السكر، ودي الطريقه الاصليه. دول يتحطوا يغلوا على النار، معاهم عصره ليمونه وشويه من الفانيليا بعد الغليان، يتحطوا يغلوا على النار زي ما انتم شايفين كده. طب على فكره لو ما عندكيش ليمون زي كده، أنا ما كانش عندي ليمون، استغنيت عن الليمونه، لان السكر عمره يعني الشربات عمره ما يسكر معاكي، لانه شربات خفيف جدا، هيتقعد يغلي 10 دقايق بس. يعني كمان ممكن تحطي البسبوسه في الفرن 10 دقايق، وفي نص المده بتاع البسبوسه تولعي على الشربات. تمام. البسبوسه خدت معايا 25 دقيقه في الفرن، الشربات خد معايا 10 دقايق على النار، وبعد كده طلعوا الاتنين قابلوا بعض زي ما انتم شايفين، الاتنين لسه خارجين، بتشرب خطيره. شوفوا من كتر ما انا لقيتها طريه انا ما غطيتهاش، لان هي مش محتاجه تتغطى، لان طريه وبتشرب معاكي، عشان بسبوسه ناجحه مليون في الميه، مش هقولك 100%، مليون في الميه. بعد ما البسبوسه تهدى معاكي شويه حطها في التلاجة، احطها في التلاجة. انا بقولك البسبوسه دي طريه قوي، بعد ما البسبوسه تهدى شويه حطها في التلاجة، هتطلع معاكي الخرطه بخرطتها زي ما انت شايفه كده، وهتبقى معاكي تحفه تحفه. طبعا اي حلويات شرقيه تدخل التلاجة معاكي تديكي طعم احلى، وتكون من بره كمان. في بقى الا حاجات بقى معينه زي مثلا الجلاش، الكنافه، من ضمنهم البسبوسه، ما تبقاش كل ما تكون بارده معاكي وكل ما تديكي نتيجه احلى. تمام. وكل ما تبات معاكي تديكي نتيجه احلى. فالبسبوسه بقولك ديت بس شويه عليها كده اما تهدى ودخليها التلاجة تلاقيها حلوه جدا. احنا مش بنتلجها يا جماعه، هي بس بتدخل التلاجة تبرد فيها، بتديكي طعم حلو وبتديكي تماسك وبتبقى حلوه جدا. شايفين الخرطه بخرطتها؟ عايزه اقولك قطره بسبوسه ممكن تاكليها بتدوب في البق. حبيبات السميد عشان كانت متغلفه سمنه من الاول ظاهره جدا، اكنك حتى لو استخدمتي نوع من السميد مش قد كده، عايزه اقولك ان هو ده نوع السميد ده مش قد كده، بس طلع معاكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. يعني احنا هنا مش هنقولك خلي بالك من نوع السميد، لان انا ما بستخدمش بيكنج باودر بخلي بالي من نوع السميد، علشان لازم يكون سميد نوعه حلو. لكن هنا اعملي حق وليس كله كويس. اي نوع اي نوع بسبوسه هتطلع معاكي النتيجه بتاعتها حلوه. فالبسبوسه دي تقدري تعمليها باي نوع وباي طريقه هتطلع معاكي خطيره. انا هنا عبيتها عشان هي راح مشوار وراح مكان، فاحنا هنروح ناكلها في هذا المكان. انا بقى ما كنتش حطيت كميه الشربات كلها، لكن انا هنا من تجربتي بقولك حطي الكميه كلها من الاول. فانا رجعت هنا زودتها شويه من الشربات اللي كانوا متبقيين على جنب، بس عايزه اقولك سكرها مظبوطه جدا، عشان كده حطي كميه الشربات كلها وما تخافيش. والسكر بتاعها مظبوط، عايزه اقولك متماسكه طريه قوي قوي قوي، طعمها خطير، طعمها حلو قوي بجد، عجبتني. شايفين متماسكه ازاي وطريه جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. فهنا حطي الكميه كلها وما تخافيش، هتطلع الشربات مظبوط والسكر مظبوط، كل حاجه مظبوطه، وطراوه خطيره خطيره خطيره. انا بديالي انا صدعتكم من كتر ما اتكلمت على البسبوسه دي، وقلت لكم قد ايه هي جميله وقد ايه حلوه جدا. لايك للفيديو بقى لو عجبك، لو ما عجبكيش الفيديو عادي ممكن تضغطي الديسلايك. لو انت حاسه ان انا اتكلمت كتير معلش سامحيني، بحب اوصف كل حاجه وكل كلمه جوه الفيديو علشان اوريك النتيجه قد ايه خطيره وقد ايه حلوه. وكل اللي عارفيني ومتابعيني من بدري عارفين ان انا ما بقولش على حاجه حلوه، او لو حاجه نص نص انا بقول يعني عادي مفيش مشكله. وانا قلت لكم في اول الفيديو ان دي مش طريقتي، بس هي اللي كانت عاملاها كانت شيف، وكانت شيف بتعمل لمصانع، فبتعمل كميه كبيره جدا، صيجان صيجان قدامها، فهي كانت بتعمل بكميات يعني. بجد طريقتها طلعت حلوه، وطريقه بس البسبوسه ديت، لان من معروف ان كلمه بسبوسه من النصيحات. طب انا جايه من معروفه ان كلمه بسبوسه يعني بتتبس، فهي لازم تتبس البسبوسه مع السمنه. وبعد كده لو انت بتشتغلي وتعملي الطريقه دي من زمان اكتبي لي يا ام كريم، انا بعمل من زمان الطريقه دي، الطريقه دي حلوه على فكره. انا عملت الطريقه دي زمان، بس ارتحت للطريقه التانية اكتر لان هي سهله فكنت بستخدمها. لكن برضو دي سهله ما فيش فيها خطوات كتيره، باذن الله نعملها معاكم ونعمل طرق من البسبوسه الايام اللي جايه كتير. بس شجعوني كده بلايك. شايفين البسبوسه عسل ازاي؟ هنحطها كده بقى ونحطها في التلاجة لغايه ما تروح مشوار. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنساش تصلوا على رسول الله في التعليقات، ومع الف سلامه.